مساء الخير على اجمل متابعين. عايزه اقول لكم ان انا النهارده هعمل سحلب. انا عارفه ان انتوا كلكم طبعا بتعرفوا تعملوه تمام، بس انا حبيت اشارك معاكم. هعمل سحلب للاولاد وقلت ان انا اعمله معاكم تمام. هو طبعا سهل وما بياخدش وقت، وان شاء الله الفيديو يكون خفيف كده عليكم تمام. بصوا انا معايا هنا اللبن ده فوق النص بشويه، يعني مقدار مثلا 3 كوبايات من ده تمام، 3 من ده اللبن ماشي. ومعايا السكر طبعا على حسب رغبتكم انتوا. انا معايا هنا تقريبا لكل كوبايه حوالي 3 معالق ماشي، ممكن معلقتين لكل كوبايه، يعني السكر ده حسب رغبتكم انتوا، تحبوه بقى مسكر او ناقص سكر او مظبوط على حسب ماشي. اللبن ده يا جماعه كان مغلي، يعني غلياه وسايباه على جنب كده، وبعدين ايه قررت ان انا اعمل بيه سحلب ماشي. اللبن ونحط معاه السكر ماشي، وكمان هنا معايا حبة لبن من اللي كانوا موجودين معايا، حاطة معاهم 3 معالق نشا لكل كوباية سحلب ماشي، حاطة معاهم معلقة نشا تمام. انا مدوباهم الاول هنا ماشي عشان يبقى سهل معايا وما يبقاش مكلكع في اللبن، يدوب معايا بسرعة. طبعا معايا بقى المكسرات وكده، لان انا عندي السحلب هنا سايب ماشي، هستخدم سحلب سايب وكده، فمعايا المكسرات انا عاملاها في البيت. طبعا تقدروا تعملوها بالطريقه اللي تعجبكم، سوداني بس، زبيب، جوز هند، التشكيله اللي انتوا عايزينها تمام. بصوا يا جماعه، انا لسه جايبه السحلب هنا عندي سايب تمام اهو يا جماعه. بصوا اهو، هاخد لسه ما حطيتوش حتى في البرطمانه، لسه جايباه حالا ماشي. لكل كوبايه هاخد معلقه كبيره تمام، يبقى معلقه كبيره سحلب على معلقه متوسطه او صغيره نشا تمام. واحده واحده بقى نقلب كل ده مع بعض، السحلب مع النشا ماشي مع السكر واللبن، كل ده نقلبه مع بعض. واول ما يبتدي يتقل معانا شويه نصبه بقى في الكوبايات ونحط المكسرات تمام. انا طبعا عشان مش هطول عليكم انا هفضل اقلب فيه كده ايه تقليب بسيط وخفيف كده لحد ما ايه يتقل معايا. اول ما يبتدي يتقل معايا واصبه يا جماعه هرجع لكم تاني ماشي. بصوا يا جماعه كده هو خلص خلاص معايا، التقل بتاعه كده بقى مظبوط تمام. لو لقيتوه يا جماعه تقيل معاكم ما تتخضوش، عادي ممكن تزودوا لبن وتقلبوا تمام. يعني ايه ما تتخضوش ان هو طلع تقيل معاكم او النشا زياده، لا تقدروا تزودوا لبن وتقلبوا كمان وهيخف معاكم يبقى حلو تمام. بس الحمد لله طلع مظبوط. انا بقول لكم كده عشان النشا والسحلب بيختلف يعني من مكان لمكان، او الكيس غير السايب وكده تمام. معايا كده 3 اوكي. بقول لكم السحلب اللي معايا سايب اللي هو بيجي لوحده ده، فيه السحلب اللي بيجي جاهز تبع ماركه معينه وبيبقى فيها بقى كل المكونات وفيها سمسم وفي المكسرات، بيبقى فيه كل حاجه تمام. بس انا قلت لكم ايه اعرفكم ان اللي معايا ده سايب وانا اللي جهزت المكسرات في البيت تمام. هعمل لكم بس اصب بس السحلب. بصوا القوام بتاعه مظبوط يا جماعه. نحط بقى اي المكسرات بتاعتنا. طبعا انا عاملاها في البيت زي ما قلت لكم، في سحلب بيجي الحاجه بتاعته كلها موجوده معايا تمام. انا متهيألي قلت 100 مره تمام يا جماعه صح، مش عايزاكم تزهقوا. شايفين احلى بقى مشروب شتوي تقدروا ان انتوا تعملوه في الوقت المتلج ده. تسلم ايديا وحياة عينيا. شكرا ليكم، وان شاء الله استنوني في فيديوهات جديده وروتينات جديده. مع السلامه حبايب قلبي.